السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير كده. احنا عملنا فيديو بتاع نصايح عامة للمراجعة النهائية، تمام؟ وكان بقى في شوية فيديوهات كده كنا عايزين نتكلم عنها عامة. انا هنزل لكم كمية فيديوهات النهاردة كده محترمة، يعني هصور لكم كذا فيديو. تمام، حاجات اللي انا شايفها مهمة اليومين دول يعني. وبعد كده في حاجات يعني ايه نقدر نتكلم عنها بعدين يعني. تمام، بس دي الحاجات اللي انا شايفها من وجهة نظر مهمة دلوقتي. آه الفيديو ده هنتكلم فيه عن رمضان يعني. ايه نظام رمضان؟ بص، هتلاقي يعني انا هختصر لك الطريق يعني. هتلاقي ناس بتقول لك ايه، ذاكر بالليل، تلاقي ناس تقول لك ذاكر الصبح، تلاقي ناس تقول لك لا بص انت نام بالليل 3 4 ساعات ونام الصبح 3 4 ساعات عشان تبقى فايق في الاثنين وتعرف تذاكر بالليل والنهار. هتلاقي يعني كميه حاجات كتير جدا وناس كتير جدا بتتكلم. بص انا شخصيا هاجي اقول لك ما تمشيش على نظام، يعني نظام معين مش اكيد مش تمشيش على نظام خالص يعني. ما تمشيش على نظام معين لان كل واحد بيبقى ليه ظروفه. يعني مثلا انا ايام ما كنت في ثالثه ثانوي زيكم كنت كان عندي دروس، مثلا كان عندي الصبح الساعه 9 ونص او 10 فرنساوي مثلا في يومين معينين. وكان عندي مثلا يومين تانيين خالص كان عندي فيهم فيزياء مثلا الساعة 11 أو كده، أنا فاكر لسه المواعيد لحد دلوقتي يعني. ف وفي يومين تانيين خالص لا ما كنتش يعني إيه، ما كنتش ببقى عندي فيهم دروس الصبح. فكنت بعمل إيه؟ كان بيبقى عندي دروس بس مش الصبح، اللي هو بعد الفجر بيبقى مثلا على الساعة 9 10. فاللي هو الوقت من بعد الفجر لحد الساعة 9 10 ده كان بالنسبة لي مناسب، تمام؟ وقت بالليل كان الدروس اللي عندي كلها كانت بعد التراويح، يعني آخرها 9. أنا فاكر كانت آخرها 9، يعني كان من 7 ل 9 مثلا، ولا كانت من 8 ل 10، كانت حاجة كده مش فاكر يعني. فكان يعني اخدها اللي هو مش متاخر قوي. فبالتالي انا كنت بروح اذاكر مثلا ساعتين ولا حاجه وانام، واصحى على السحور او اصحى قبل السحور بساعه ساعتين، تمام؟ اذاكر تمام براحتي اذاكر ساعه ولا بتاع او كده. اتسحر اصلي ركعتين مش عارف ايه حاجات جوده، وابدا اقوم مذاكره من بعد الفجر، تمام؟ هتقول لي حاجه بقى، هتيجي تقول لي طب يعني اعمل ايه برضه؟ يعني انا مش فاهم برضه، انت بتحكي لي قصتك ليه دلوقتي؟ هقول لك ان انا مثلا انا دخلت الكليه نظام اختلف. الكليه عندي من السبت للخميس كل يوم من الساعه 8 الصبح للساعه 3. فاللي هو انا يعني طول فتره الصيام في الكليه ومحاضرات وحاجات زي كده ومشغول ومفيش راحه. فهتذاكر امتى او هتروح امتى؟ وطبعا مروح والمجي والحاجات دي بتلاقي اصلا اليوم كله ضاع الصبح ومفيش وقت تنام فيه، تمام؟ طب ما انا كنت في ثالثه ثانوي كنت بذاكر الصبح، كنت ساعات ممكن انام بعد الظهر كمان. دلوقتي النظام اختلف. فهل لو انا مشيت على نظام ثالثه ثانوي هبقى انا كده صح؟ لا طبعا. فالمقصد من الكلام انت بتغير النظام كل سنه عامه يعني في حياتك، يعني حسب السيستم اللي قدامك او حسب الواقع اللي انت عايشه. فيعني انت شوف دروسك. انت بص، انت اكتر واحد اضرب نفسك، فكك بقى من جو الايه المثاليه. انت اكتر واحد اضرب نفسك. عندك مثلا دروس الصبح كتير، يبقى ايه؟ يبقى هتذاكر بالليل شويه وتنام، يبقى النوم هيبقى بالليل والمذاكره برضه شويه مش كتير قوي، يعني ساعه ساعتين كده بالليل مثلا وتنام بحيث تاخد قسطك الكافي من النوم بالليل، تبقى فايق طول النهار، تمام؟ انت لو نمتش بالليل كويس وقعدت تذاكر بالليل عشان حجه عندك دروس الصبح، هتروح الدروس نايم وهتضطر تيجي تنام برضه ولا هتذاكر ولا تعمل حاجه. فانت يعني دايما اهتم بالنوم، تاخدهم بلوك واحد كده، تمام؟ او لو بتعرف تاخدهم بلوكين، يعني تقسم مثلا 6 ساعات او 5 ساعات بقى، او الثمان ساعات اللي انت بتاخدهم دول، يعني انا اكيد مش هتنام 8 ساعات يعني. تقسمه على مرتين وبتفوق فيهم، يعني تكون حاجه جامده بصراحه. فانت يعني اظبط نفسك على الواقع او على الدروس اللي انت متواجد فيها، بس مش يوم تذاكر بالليل يوم تذاكر الصبح، حجه اللي انت في يوم عندك دروس الصبح يوم عندك دروس بالليل، لا. بص حط سيستم، حط كده، امسك كده ورقه واكتب، شوف انا والله عندي كذا عندي كذا عندي كذا في اليوم الفلاني اليوم الفلاني. شوف حط رينج معين او حط خطه معينه، تمام؟ ما تبقاش مثاليه قوي زي ما قلت لك، يبقى فيها برضو ايه براح شويه كده، تمام؟ للوقت تمشي عليه على طول. يعني ما تبقاش يوم زي ما قلت لك يوم نايم بالليل ويوم نايم الصبح، لا حط حاجه ثابته وامشي عليها. نتكلم عن حاجات برضو تانية. واحد يقول لك مثلا طب انا يعني مثلا واحد يقول لك انا بصحى من السحور، بصحى عشان السحور، بس ما يعني ببقى صاحي من النوم مش عايز اكل، انا ما بعرفش اكل لما اقوم من النوم، تمام؟
طب انا ما بعرفش اذاكر غير لما اقوم من النوم، لازم تدوني وقتي، او لازم اكون فايق نايم فايق كويس. تمام. والله قدامك مثلا حل، يا تتسحر قبل ما تنام. انا بحلك كل مشاكلك. تمام. لأن الحاجات دي هتقابلك بعيدا عن المذاكره خالص، وهتلاقيها بتعطلك. السحر قبل ما انام، انا حتى بعمل كده عادي، واصحى قبل الفجر بتلت ساعه ولا نص ساعه. كل علبه زبادي مثلا، نشرب ميه بتاع، استنى اصلي الفجر. هتنام مثلا، نام، هتكمل بقى مذاكره، ذاكر. تمام. عندك ايه تاني؟ عندك اللهم صل على سيدنا محمد. نتكلم التراويح. التراويح اكيد دي هتصليها، يعني اكيد مش هتنام في وقت التراويح. التهجد. والله التهجد ده بقى يعني ايه؟ يعني بجد لو قدرت تصليه تبقى ممتاز يعني. بس لو قدرت يعني. ف وانت بص برضو يعني ايه، يعني العمل القليل دايما في الوقت اللي فيه ضغوطات افضل مليون مره ان انت يوم تصلي الثمان ركعات ويوم ما تصليش. يعني انت حتى لو هتصلي ركعتين بس فعلا هتصليهم كل يوم، يعني زي الفل. مش هتقدر صلي في البيت، مش هتقدر خالص، اكتفي بالتراويح. بس ما تهملهاش، يعني مش تهمل كل حاجه. تمام. قراءة القرآن استغل بقى، يعني ايه دي بقى نصيحة مني، استغل الأوقات البينية. يعني طبعا في ناس بتقدر ما شاء الله يعني تنظم يومها وتخلي وقت القرآن كده، دي ناس ممتازة. بس أنا بتكلم عن الناس اللي هي شايفة يومها مضغوط قوي ومش لاقية وقت. استغل اللي هو عارف اللي هو ايه، انت عندك درسين مثلا ورا بعض، ففي بيبقى في يعني راحه شويه مثلا ممكن، او مثلا بيبقى في ساعه او نص ساعه بين كل درس ودرس. فالاوقات دي استغلها، اقرا فيها قران، اذكر ربنا، يعني اقرا كتاب، اقرا كتاب كده مثلا درس ولا بتاع. يعني عارف انت استغل الاوقات البينيه في رمضان بالذات، لان رمضان اصلا مضغوط خلقه. فانت استغل الاوقات اللي هي الصغيره دي. تمام. آم، ايه تاني؟ بس يعني دي الحاجات اللي انا بصراحه كنت عايز اتكلم عنها عن رمضان يعني.